السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم ازاي ان انت تطلع الالوان اللي مش موجودة او تسحب اللون. تمام. انا مثلا هنتكلم على الاكشاك. النهاردة هنتكلم مثلا هعمل ايه الكشك. تمام. لو النهاردة انا مثلا داخل اهو بقالي في ال7 سنين، مش انا بربي اكشاك من زمان، بس داخل في ال7 سنين اهو ما شفتش فرد اسطنبولي عظمه كويس وتقريبه حلو غير هي يعني فلتات. كل سنة الاقي حمامايه. تمام. وما شفتش فرد اسطنبولي بيكون مصري ويكون شراب وتقليب فرد حمام يكون محترم. ما شفتش، كلهم اللي هو الايه اللي عضمهم معصفر او اللي هو الازملي. فما شفتش خالص حته ان انا الاقي اسطنبولي يكون عظمه كويس، او ان هو مثلا او لا اسطنبولي ولا اشائي. الامري موجود بس قليل. ما شفتش اسطنبولي مصري عدل ولا اشائي موجود بس برضك قليل، ولا امري. تمام. الحاجات دي كلها موجوده بس يعني نادرين جدا، واللي معاه حماميه منهم الاصل الواحد فيهم بيعملوا فلوس. فاحنا النهارده هنتكلم انك انت ازاي يعني بامكانيات بسيطه تقدر انك انت تطلع حماميه زي كده وتبدا تشتغل عليها. انا شغال عليها بس لسه يعني ايه ربنا ما اذنش. تمام. اول حاجه هتعملها خالص، اول حاجه طب هنتكلم قبل ما نتكلم على اول حاجه هنتكلم على الاساسيات. لو انت عايز تسحب لون، اللون بيتورث من الذكر. تمام. يعني لو انت مثلا معاك قص صفر كشاك، ذكر اصفر كشك وانتهى حمرا كشك، يا اما هيجابوا لك زغلول اصفر وزغلول احمر، يا اما الاثنين صفر. ده لان الذكر هو اللي اصفر. لو هنتكلم النهارده لو انت رحت اشتريت ذكر احمر كشك واديته لانتهى صفرا كشك، يا هيجيبوا لك الاثنين حمر، يا واحد احمر يا واحد اصفر. تمام. دي كده ايه قاعده كده اساسيه تاخدها في الحمام في اللون لو انت عايز تسحب اللون. تمام. في حاجه من الاثنين، لو هتبدا ان انت تطلع اسطنبولي يكون عظمه كويس ويكون حماميه تسوى فلوس، في حاجه من الاثنين. يا اما هتجيب ذكر بولش اسطنبولي بقوره وعظم ويكون شكله كويس، ومحدش يقول لي كل الاكشاك اللي موجوده دلوقتي داخل عليها البولش. محدش يقول لي احنا عايزين مصري وبتاع، كل الاكشاك اللي موجوده دلوقتي داخل عليها البولش. تمام. فاحنا هنتكلم على ايه. لو انت عايز تطلع مثلا اسطنبولي يكون عظمه كويس وبتاع، هتجيب نتايه عنبريه والذكر اسطنبولي لان الذكر بيتورث منه اللون. تمام. هتجيب مثلا نتايه عنبريه زي النتايه دي كده اهي، هي دي شابه لسه بتقلش. تمام. عليها 4 ولا حاجه، بس العظم بتاعها هيكون مثلا ايه عظمها مظبوط كده ووشها يكون مظبوط. تمام. اهي. تمام. تكون حماميه برضو تكون كويسه وتكون اصفى ويكون شرابها كويس اهي، ويكون برضو شراباتها كويسه والواناتها مظبوطه. لان لو انت جبت اي حماميه مثلا كانت مش الواناتها مظبوطه وما كانش فيها الكلام ده كله، هتبدا ان هي تخرف معاك، ودي الاساس في الاجيال اللي جايه. تمام. هتجيب نتايه عنبريه زي دي وتجيب ذكر اسطنبولي بولش. تمام. مش عايز تشتغل بالبولش، في اسطنبوليات بس بعظم ازملي اللي هي اللي بتتنشي دي، دور عليهم وهتلاقيهم موجودين منهم كتير بس عظمهم مصدر. بس هتاخد وقت برضه عشان تقعد ترد فيهم وتحسن العظم وتأثر العظم بتاعهم تاني. تمام. دي الايه دي الموضوع. هيبدأ ايه اللي يحصل معاك لما تطلع حمامتين زي دول، الذكر الاسطنبولي للنتايه العنبريه، هيطلع لك حمام عنبري. تمام. وعمره ما هيطلع اسطنبولي من اول مره، هيطلع لك عنبره وضن. ضن ده اللي هو الكموني، مش هيطلع لك كتف اسود، هيطلع لك كتف ضن اللي هو الكموني، وهيطلع معاك اسود يا ضن اسود يا ضن اسود يا ضن. مستحيل ان هو يطلع اصفر من اول مره. تمام. الضن ده اللي هو الكموني. دايما اللون الضن ده والكموني بيطلع في النتي بس. انا عمري ما شفت ذكر كموني، كلهم نتي. حتى الناس اللي بتربي وكده هيبقوا عارفين. الناس اللي هيسالوا ايه الكموني هجيب لكم حماميه كموني ايش تشوفها اهو. ده اللون الكموني اللي هو بيبقى ما بين الاسود والاصفر. ده دايما لو اديت ذكر اصفر لانتهى سود هيجيب لك الكمونيات دي. هم ادوه الكموني بس بيطلع لك في كتف العنبري. تمام. هتعمل كده
وهتقوم مدخلهم. هتستنى النتايه اللي هتطلع، طبعا هتفضل قاعد ايه فتره، يعني مش هتعملها من اول مره. تمام. تمام. طلع النتايه اللي هي الايه الكمونيه دي على مدار السنه، ما هي مش هتطلع من اول مره، على مدار السنه هتنقي من كل الحمام اللي طلع عندك ده باذن الله. تمام. هتنقي منهم ايه نتايه تكون عظمها حلوه وكمونيه ونتايه تكون مظبوطه. تمام. بعد ما تعمل الموضوع ده كله يكون حمام مقفوله خالص وشرابها طالع، لان هي لما تاخد الذكر الاسطنبولي البولش هيجيبوا نصاص، مش هيجيبوا حمام شرابه كامل، هيجيبوا حمام زي الذكر ده كده. دي المناظر مثلا اللي هم ايه هتلاقيهم جابوهم من حيث الشراب. تمام. هيبقى الشراب نص كده اهو كده، هيبقى الشراب كده اللي واضح في الفيديو يعني. تمام. وهتلاقي الوش برضو قريب لكده لان ده ابن بوليشات. بس لو طلع اسطنبولي وبالوش ده وبالرجل دي يبقى كده الحمد لله. تمام. بعد ما هيطلع والدنيا تتظبط معاك هتبدا تاخد اللي هي النتايه دي وتروح تشوف بقى ذكر ازملي. تمام. ذكر ازملي بشراب والنتايه عظمها جامد، هتفرخها لمده مثلا ايه قول سنه ثانيه، هتقعد تطلع معاك تطلع معاك تطلع معاك تطلع معاك. والسر بقى كله هنا، لما الحمامات دي هتقعد تطلع معاك كذا حته، هيطلع لك حته عظمها ازملي وحته عظمها جامد وحته عظمها نص نص. ومن الافضل ان انت تحط تحت كل قص حضان زغلول واحد عشان ما فيش ولا زغلول يقع منك، لان ممكن يكون العصب في زغلول من اللي هم الصغيرين خالص دول ويقع منك. فانت من الاحسن ان انت تحافظ على الزغاليل وتحط كل تحت قص حضان زغلوله واحد عشان الجهد كله يبقى عليها. تمام. السر بقى اللي بنقول عليه في الحته دي، هتعمل ايه؟ هتنقي جوز من الزغاليل اللي طالعين هيطلعوا اسطنبوليات، لان النتايه ضن يعني حامله جين الاصفر، والذكر هيبقى اسطنبولي مصري بس عظمه مش هيبقى هو حلو. تمام. هتقوم مستحسن منهم ذكر وانتايه وتجوزهم لبعض. ده كده هيعتبر جيل اول، هيطلعوا لك زغلولتين تسيبهم، هيطلعوا كده الجيل الثاني، هيطلعوا لك زغلولتين، هيبقى كده الجيل الثالث. الجيل الثالث ده هتاخد البت وتردها لجدها، جدها اللي هو خارج من ورا النتايه الضن والذكر الاسطنبولي، ما ترجعوش على الذكر الاسطنبولي تاني. تمام. وهتنقي ذكر اسطنبولي طالع من الجيل الثالث وتديه للنتايه الضن اللي هي اللي طالع لها نص شراب وكتفها ضن. هتقوم مطلعه لك فرد حمام اسطنبولي بعظم قصير وبوش قصير وبشراب وفله وورنه وشراب كده. انت خلاص بقى اسستهم. هيطلع لك الزغاليل اللي جايه كلها باذن الله في العدل، كلها عدله كلها عدله كلها عدله، عظمها كويس وهي شكلها حلو. هتبدا تستحسن منهم كام قص وتبدا ان انت ايه تجوزهم لبعض عشان توفر على نفسك السكه وتوفر على نفسك الحاجات دي كلها. ما تجيبش هات الذكر اسطنبولي واحد وجوزه لثلاث نتش عنبره. يعني هتاخد اول نتايه تقوم مجوزها الاول للذكر الاولاني. تمام. بعد ما تبيض البيضتين تقوم شايلها وحاطط لها النتايه الثانيه. بعد ما تبيض هتيجي تبص مثلا على اخر الشهر ولا بعد شهرين تيجي تبص تلاقي عندك مجموعه، تعرف بقى انت تنتخب منهم، بس تكتب وتعرف دي بنت مين ودي جايه منين عشان هترجع ترد تاني. تمام. بعد ما تعمل الكلام ده كله هيبقى معاك مجموعه كبيره، انت بعينك بقى تستحسن منهم، تشوف انهي واحده كويسه وانهي واحده مش كويسه. في الوقت ده هيطلع لك حمام، ولو طلع لك حمام يكون اسطنبولي حتى لو بالوش ده كده يبقى زي الفل. تمام. مع الوقت بقى ومع السنين يبقى انت كده ثبت البيت وبقى عندك ذكر وانتايه اسطنبوليات ومظبوطين وفله وبرنطه وشراب. تمام. عايز تظبط الدنيا برضو وتجيب اماريات واشيات، الاماريات والاشيات موجودين بس نادرين، هتلاقيهم برضو بس هيبقوا ماسكين فلوس يعني، بس يكونوا فله وبرنطه وشراب مش بوليشات. مش معنى الكلام اللي احنا بنقوله ده ان البولش وحش، حامل البولش كويس وانا واحد من الناس بحبه وبربيه وهو شكله حلو والمستويات اللي فيه برضو كويسه، والحمام المصري احسن واحسن والناس بتحبه وانا بحبه برضو وليه سوق وسوقه كويس زي البولشات. هما الاثنين نفس الكلام يعني، هي الحمامات الكشك كلها يعني ايه بصفه عامه يعني حماميه كويسه. تمام. واهم حاجه من الكلام ده كله واللي هيسندك ان انت يبقى عندك جيش حضان، يعني يكون عندك مجموعه حضان كويسه عشان تساعدك في الموضوع ده. وهتتعوض لو انت بتتكلم ان هي مثلا ان الموضوع ده هيقعد يصرف معاك هيتعوض بعد كده. بس الكلام ده اللي يعمله يكون حد عنده اساس اصلا ما يقعدش عشان الموضوع ده مكلف، هيقعد يصرف فلوس على حضان وبتاع وهيطلع له حمام سرده كتير.
تمام. اي نعم في الاخر هيوصل، بس هيقعد يصرف بتاع سكه سنه ولا سنتين. تمام. اللي بيعمل كده يبقى مثلا عنده اساس، يبقى عنده اصلا مجموعه حمام بيعرف يبيع ويشتري فيهم، وبيعرف يجيب لهم كلفه بشكل اصح يعني، بيعرف يصرف عليهم والدنيا معاه كويس، ودول بيتسلى بيهم عشان ما حدش يروح يعمل كده ويغرق. تمام. وهو دي كانت نهايه الحلقه. واللي عايز برضو يتكلم في اي حاجه وحد كان سايب لي كومنتات كده برضو هرد عليها في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.